السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا بيكم، والنهارده عندنا فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وزي ما شفتي في اول الفيديو، يلا بينا نسافر مع بعض. هاخدكم معايا النهارده لرحلتي لمده 3 ايام. يا رب ان شاء الله الفيديوهات تعجبكم، وعايزاكم دلوقتي تحطوا لايك على الفيديو. كمان اتاكدي انك مشتركه في القناه من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو على الشمال، هتلاقيه مكتوب عليه كلمه اشتراك او سبسكرايب، دوسي عليها. فعلي كمان علامه الجرس اللي هتظهر على كلمه الكل عشان يوصلك اشعارات بالفيديوهات الجديده اول ما تنزل على القناه، وتتابعي معانا رحلتنا السعيده ان شاء الله. فيلا بينا دلوقتي نبدا مع بعض الفيديو. لو انت اول مره تشوفيني، انا اسمي عفاف، اهلا بيكي، ويلا بينا نبدا على طول. يلا بينا نحضر شنطه السفر. هقول لكم هاخد ايه في الشنطه معايا، وكمان عايزه اقول لكم ان انا صورت لكم في السفريه دي كل حاجه بالاسعار وبالتفاصيل كلها. يعني اي حد هيشوف الفيديوهات دي وكان عايز يعرف اي حاجه عن المكان اللي احنا رايحينه، ان شاء الله يلاقي اجابه على كل الاسئله اللي موجوده عنده. ولو انتوا برضو محتاجين تسالوا عن حاجه، اكتبوها لي في التعليقات وان شاء الله هجاوبكم عليها. رايحه فين يا عفاف؟ رايحه فين دي خليها بعد شويه هتعرفوها لوحدكم. بس خلينا دلوقتي نحضر الشنطه، ناخد هدومي وهدوم الولاد. حضرت شنطة حطيت فيها حاجاتي كلها، حطيت هدومي وهدوم الولاد وفوط على قد الايام اللي احنا هنقعد فيها. وكمان اخدت شنطة فيها فرش الشعر بتاعت كل واحد، الفرشة بتاعته، فرش الاسنان، وكمان المعجون. واخدت كمان سان سكرين، تاخدي معاكي ضروري كريمات للالتهابات طبعا، وبرشام صداع، وكمان برشام للمعدة. كل الحاجات دي مهمة جدا واساسية قوي في شنطة السفر اللي انتي بتحضريها. طبعا خرجنا على طول الساعة 5 صباحا، يعني دوب صلينا الفجر وكنا جاهزين أصلا ونزلنا. طيب انت رايحة لوحدك يا عفاف؟ لا، أنا رايحة أنا ومامتي وبابايا وكمان إخواتي. طبعا مصيف لوحدك ده مش مصيف. أنا بالنسبة لي المصيف أنا وولادي كده بس، وجوزي بصراحة لا، يعني ما بيبقاش مصيف، ما بتبقاش حاجة لطيفة، يعني لازم يبقى معاكي ناس كده. المهم وقفنا في الريست بعد تقريبا ساعة ونص من الطريق. طبعا أنا من اسكندرية والمكان اللي احنا رايحينه ما بيننا وما بينه 4 ساعات تقريبا سفر يعني. فبعد ساعة ونص تقريبا او ساعتين وقفنا في الريست وفطرنا كلنا، وبعدين كملنا بقى الطريق علشان ان شاء الله نوصل بالسلامة على مطروح. طبعا اللي مفيش زيها في الدنيا بجد، البحر بتاعهم مفيش زيه، ولا تقولي لي بقى الساحل ولا تقولي لي اي مكان تاني. بصراحة مطروح وناسها كمان يعني ناس زي الفل، اللهم بارك عليهم. انا ببقى مرتاحه نفسيا جدا في مطروح، واهلها اصلا اهل البلد نفسها بيتعاملوا بكل احترام وبكل ادب مع كل الناس اللي جايه تصيف. فتحيه بجد وبوسه كبيره لكل حد متابعني دلوقتي وبتتفرج عليا من مطروح. كان نفسي اشوفكم كلكم والله، بس انا فرحت جدا جدا بكل الناس اللي انا قابلتها. كل مكان كنت بروحه كنت بقابل فيه حد يعرفني يسلم عليا بجد، وكنت ببقى سعيده جدا والله. يعني كان نفسي اشوفكم كلكم، كان نفسي اقول لكم قبلها ان انا رايحه مطروح، بس بجد انا السفريه دي برضو جت على فجأة، ما كنتش مرتبه لها خالص يعني. طيب عملت ايه يا عفاف في الاكل؟ بصوا انا جهزت اكل. انا كنت طبعا انا وماما واخواتي، فقالوا لي انت اعملي اكل يوم واحد بس، وكل واحده فينا هتعمل اكل يوم عشان انت ما تتعبيش وتعملي كله. وفعلا جهزت اكل اليوم واحد، بس عملت كمان حاجه بصراحه المصيف ما بينفعش من غيرها. هقول لكم بعد شويه انا جهزت ايه. جبت 2 كيلو لحمه مفرومه، وضفت عليهم كوبايه واحده بس من فول الصويا اللي نقعته لمده ساعه في ميه مغليه، وصفيته وعصرته كويس جدا وضفته على اللحمه. طيب يعمل ايه فول الصويا عفاف؟ انا بحب طعمه في اللحمه اللي هي بنعملها كفته جدا. اولا طعمه ما بيبانش خالص ان انت حاطه اي اضافات على اللحمه. ثانيا طعمه حلو قوي، يعني عادي سواء انت فرمتيه في الكبه او حتى ضفتيه زي ما انا هعمل كده وتعجن مع اللحمه بايديكي، بس هو طعمه حلو. انا بصراحه بحب طعمه ومش بيبان ان انت ضايفه اي حاجه. فخلينا نقول ان انا هضيف على 2 كيلو لحمه كوبايه واحده بس. 5 بصلات كبار هفرمهم في الكبه واضيف عليهم ملح وفلفل اسود وانا بفرم البصل، علشان بيدي البصل يعني نكهه خطيره، وكمان بيخلي البصل ينزل كده شويه من السوائل والعصاره بتاعته، فبيخلي طعم اللحمه حلو.
طب يا عفاف انت ما صفتهوش من ميه؟ لا، فول الصويا بيلم كل السوائل وما بتحتاجيش ان انت تصفي اي حاجه هتحطيها، حتى لو هتضيفي كمان فلفل اخضر او فلفل الوان. هضيف بقى رشه قرفه، رشه بابريكا مدخنه، وملح وفلفل، وبس كده، مش هضيف حاجه تانية. هعجن الكلام ده كله كويس. لو عايزه بقى تضربي الكلام ده كله في الكبه لفتين كده عشان يعني فول الصويا يتدارى خالص ما يبقاش باين، براحتك. عايزه تسيبيها كده برده بيبقى حلو جدا. والطريقه اللي انا هعمل بيها الكفته دي في الاخر مش هتخلي اي حاجه باينه في الكفته. هدخلها كلها، كميه كلها هشكلها، وجات معايا 3 صواني. هدخلها على فرن سخن على اعلى درجه حراره، الرف اللي في النص، لمده تلت ساعه. وبعدين هسيبها تهدى خالص، وهعبيها كلها في علبه. والكميه كلها جت في العلبه ال 2.5 لتر دي، علبه الفريزر بتاعت تابروير. عايزه اقول لكم ان العلبه دي خطيره في المصايف وفي الرحلات وفي الخروج، كلها ممتازه. والعلبه دي عليها خصم دلوقتي في تابروير، وعليها خصم كبير جدا. تقدري تطلبيها من اللينك اللي هتلاقيه في اول تعليق لو انت محتاجاها. وبس كده، هعبي كلها الكفته كلها. هاخد بس شويه كده اوريكم بقى احنا هنسويها ازاي في المصيف. بس اهم حاجه قبل ما تدخليها الفريزر وبتغطيها كمان، تكون الكفته بارده تماما، ما فيهاش اي حراره خالص. خدت بقى من شويه من الكفته دلوقتي عشان اوريكم هنعملها ازاي. وانا طبعا عامله دي قبل ما نسافر بكام ساعه، يعني حوالي 5-6 ساعات بس. فدي كانت اسرع حاجه اقدر اعملها بصراحه. فحطيت بقى ايه، بصوا، انتي في المصيف بعد ما تجمدي الكفته دي بتاخديها معاكي تحطيها في الفريزر هناك في التلاجة بتاعه المصيف. وبعدين لما تيجي تسويها، تجيبي بصل تقطعيه شرايح كده، وكمان فلفل الوان، وتشوحيهم على النار في معلقه زيت او زبده بملح وفلفل بس. واول ما ياخدوا تشويحه بس كده، يعني مش عايزاهم يقعدوا كتير، يا دوب يتشوحوا، هنزل بالكفته اللي انتي مطلعاها من الفريزر. لو انتي واخداها معاكي المصيف متفرزه وجاهزه ومستويه زي اللي انا عاملاها، تنزلي بالكفته على البصل والفلفل ده، وتديها تقليبه على نار هاديه لحد ما تفك تماما. خلاص، اللي هي تفك، هي كده كده مستويه، انا محتاجاها تفك بس. ولو طلعتيها بقى من الفريزر قبلها بشويه وكانت فكت، اوكي خلاص تمام. بعد ما تفك خلاص، والمفروض تطفي عليها، انزلي بقى بنص كوبايه من صوص الباربيكيو، وبس كده. تقليبه واحده في الصوص ده، غلوه واحده بس، وتقفلي النار على طول، مش محتاجه اكتر من كده. تعملي بقى معاها رز ابيض او تعملي معاها مكرونه، بتبقى خطيره. دي طريقه سهله وسريعه لاكلات المصيف، بجد من الحاجات اللي انا بحب اعملها قوي. والكفته اصلا من الحاجات اللي بتبقى سهله في انك تعمليها في البيت، مش مجهده يعني. وكمان في المصيف بتبقى برضو سهله في الاكل، وتعملي جنبها رز او مكرونه، بتبقى خطيره. ممكن كمان تعملي نفس الطريقه وتعملي صلصه بالثوم، صلصه حمراء يعني، وتحطي فيها الكفته، وتبقى داود باشا عادي جدا يعني. فدي فكره من الافكار اللي ممكن تعمليها وانت رايحه المصيف. طبعا الصوص بيخليها بقى خطيره، بيخلي الخضار واللحمه في حته تانية خالص. طيب عملتي ايه يا عفاف تاني؟ طبعا عملت صينيه كيك. تعالي اوريكي صينيه الكيك اللي انا عملتها، يعني في نفس الوقت برضه. يعني انا عملتها واستوت، يا دوب بردت شويه، عبيتها في العلبه ومشينا على طول. فانا اصلا كنت مطبقه وما نمتش. جبت 4 بيضات، حطيتهم في الخلاط، وضفت عليهم معلقه كبيره من الفانيليا السايله. ممكن تضيفي طبعا فانيليا باودر يعني. وضفت عليهم معلقه خل كبيره، وكمان كوبايه واحده بس من السكر. هضربهم مع بعض كده لمده دقيقه، لحد ما القوام بتاع الخليط ده يتقل شويه ويكون لونه فاتح شويه. كده تمام. هنزل دلوقتي بنص كوبايه من الزيت وكوبايه واحده بس من اللبن. هضربهم مع بعض كده، يعني حوالي 30 ثانيه يتخلطوا بس مع بعض، وكده يبقى عندي خليط الخلاط اللي هو في الخلاط السائل ده جاهز. عندي بوله بقى هحط فيها 2.5 كوبايات من الدقيق المنخول، وهنضيف عليهم كيس بيكنج باودر ورشه ملح. بس لو انت عايزه تعملي الكيك ده بدقيق الحبه الكامله ينفع جدا، بدلي بس الدقيق الابيض بدقيق الحبه الكامله، او دقيق الشوفان عادي برضو ينفع. هنضيف كيس الكيك شيف ورشه الملح صغيره جدا ما بين صوابعك كده، واخلطي على الاول مكونات الجافه دي مع بعض، وانزلي عليها بالخليط اللي ضربناه في الخلاط. كده تمام. هنجيب الصينيه اللي هندخلها الفرن، هنديها مسحه كده من الزبده او مسحه من الزيت، وترشيها بالدقيق، بس انا مسحتها بالزيت بس. وبعدين نقلب المكونات دي مع بعضها، وتحطيها في الصينيه، وكده بقى عندك احلى كيك فانيليا تقدري تعمليه. انا بس هعمل حاجه بسيطه كده النهارده، مش كيك فانيليا ساده. هاخد كوبايه واحده بس من الخليط ده، هضيف عليه معلقتين من الكاكاو الخام الغير محلى، وبس خلاص. نخفف بقى الخليط بشويه لبن او شويه ميه، لان لما بنضيف الكاكاو على الخليط ده بيتقل قوي، يعني مش بيبقى قوامه مظبوط. فانا ضفت شويه ميه صغيرين على الكاكاو وخليط الفانيليا، وهقلبهم مع بعض كويس ولحد ما اوصل بالقوام ده او بالخليط ده للقوام المظبوط. كده خلاص.
هدخل بقى الصينيه دي على درجه حراره 180 بس، شغال الفرن من تحت مش شغال من فوق. وبعد 40 دقيقه بالظبط هنطفي الفرن من تحت ونشغل عليها الشوايه من فوق لحد ما تاخد اللون اللي انت عاوزاه. ده كيك ميكس فانيليا على شوكولاته خطير، سهل ومش محتاج اي يعني تركات في التسويه ولا تركات في الشكل. انت بتحطي الخليط على الوش كده، وباي طرف شوكه او طرف سكينه او ستيكس زي اللي انا ماسكاها دي، وتبداي توزعي كده شويه عشان تخلطي بس المكونات دي مع بعض يعني، او اللونين دول مع بعض. بعد كده دخلتها الفرن، ولما بردت تماما قلبتها طبعا الاول، ولما بردت تماما حطيتها في علبه، قطعتها طبعا شرايح كده وحطيتها في علبه. بالنسبه لنا بقى الكيك ده بيقضي معانا اول يوم وتاني يوم، ولو كفى لتالت يوم يبقى خير وبركه يعني. بس هو بصراحه ما بيقعدش لاكتر من كده، اول يوم وتاني يوم بس، ممكن تخلص كلها في اول يوم. فممكن تعملي بقى كميه ازيد. هي دي صينيه واحده خلصت معانا تاني يوم الصبح، فطرنا منها وخلاص. فبصراحه الكيك ده يعني من الحاجات الحلوه قوي في المصيف او في السفر عموما، علشان بيقعد معاكي فتره يعني. لو دخلتي حطيتيه في التلاجة بيفضل معاكي كذا يوم، تاكلي منه فريش زي ما هو عادي، ما بيحصلش فيه اي حاجه، مش بيفرول معاكي ولا بيبوظ. طيب هقول لكم ان شاء الله الفيديو الجاي برضو على كل التفاصيل بتاعه الحاجات اللي ممكن تحتاجيها هناك، بنشتريها منين وبتطلبيها ازاي ان شاء الله الفيديو الجاي. فتابعوا الفيديو الجاي معايا، ويلا بينا دلوقتي بقى نكمل الطريق مع بعض. عايزاكم بس تقولوا لي هل حد فرز الكيك قبل كده ولا لا؟ انا بصراحه ما جربتش افرزه قبل كده، بس في حد فرزه قال لي كان بيبقى حلو. فلو حد فيكم فرز الكيك في الفريزر وطلعه وبقى بعد ما فك بقى حلو وطبيعي مش مفرول ولا حاجه، اكتبوا لي في التعليقات عشان عايزه ابقى اجرب اعمل كده ان شاء الله المرات الجايه. ان احنا تقريبا كده خلاص وصلنا المكان اللي احنا رايحينه، وهصيف السنه دي في بورتو مطروح. احنا كده خلاص وصلنا وداخلين خلاص من على البوابه، كده خلاص وصلنا. والشاليه اللي احنا واخدينه كان في الاول خالص يعني مش بعيد عن البوابه بتاعه الدخول، فيا دوب احنا دخلنا بس كده مسافه صغيره قوي ووصلنا على طول الشاليه اللي احنا كنا واخدينه. هل يا عفاف انت حجزتي الشاليه لما وصلتي ولا حاجزه بالتليفون؟ لا انا حاجزه بالتليفون من قبل ما اروح. فاول ما بنوصل بتقولي على البوابه انت حاجزه تبع مين، ويبداوا يودوكي للشاليه اللي انت حاجزاه، واللي شفتي الفيديو بتاعه قبل ما تروحي اصلا من وانت قاعده في بيتك. وبس كده احنا هنا خلاص وصلنا. الشاليه بتاعنا 75 رقمه 75 ده، وبس كده. طيب الاسعار، جوله في الشاليه، وكل التفاصيل اللي انتوا عايزين تعرفوها، استنوا الفيديوهات الجايه واعملوا لايك للفيديو ده واكتبوا لي تعليق تحت الفيديو بكل الاسئله اللي انتوا عايزين تسالوا عليها، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام عليكم.